كلنا فاكرين ان احساس الخوف هو اصعب الاحاسيس، لكن الاخطر من الخوف هو الغدر وعنصر المفاجأة. تخيل لما تبقى مش عارف الضربة هتجيلك منين، بالظبط زي ما انتوا مش عارفين انا فين دلوقتي. تخيلوا بقى اللي هيقع تحت ايدي السنة دي هيحصل له ايه؟ هيصرخ وانا جنبه وهو مش حاسس بيا. هيعيش أسوأ يوم في حياته وانا هعيش اسعد يوم في حياتي. وساعة ما يفتكر ان الموضوع انتهى هتكون الحكاية لسه بتبتدي. واذا كان اللي فات بيخوف فاللي جاي دمار. ده انا في المقالب وحش، انا الزعيم في الكار، واللي هيقرب من ملعبي مش هيطلع عليه نهار. بس يا زعيم امشي بقى. فرجالي بقول لك ايه يا برو؟ طب لا بتصوروا ايه يا خلاص انا مش هسيب. حافظ على نفسه، حافظ على نفسه، النفس. واللي يقول لك رامي الشطب خلاص قول له تعالى كل اناناس.